بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض همبرجر على طريقتي انا ما نزلتوش قبل كده على قناتي. بصي يا ستي، انا عندي هنا نص كيلو لحمه ملبسه يعني حاطه فيها دهن يا جماعه. لازم تكون فيها دهن عشان بتمسك في الهمبرجر ما يفكش معاكي. بصي يا ستي، هنحط انا هنا معايا نص كيلو لحمه، هنحط عليها التوابل بقى حسب ما انت عايزه. انا هحط هنا كمون، ماشي، وهحط فلفل اسود كمان. ما تكتريش بس في التوابل عشان التوابل كترها بتمرر الاكل. هنحط كمان الملح، هنحط سنة سكر. السكر يا جماعة عشان بيساعد في التسوية برضو، ريحة كده بس ما تكتريش، ماشي. هنحط شوية شطة كده عشان يكون سبايسي شوية المنظر ده كده. هنحط جنزبيل، لو عندك بقى كمون، قصدي لو عندك توم بودرة وبصل بودرة حطي، ماشي. لو عندك اللي هي السبع بهارات حطي برضه. انا هحط جنزبيل، هنحط معلقة كبيرة بقسماط، المنظر ده كده. هنحط بياض بيضة، حطيت بياض بيضة يا جماعة. نقلب بقى كله مع بعض كده. نسيت في حاجة كمان احطها معاكم، استني ثواني. في كمان معلقة الطحينة. جربوا الوصفة دي يا جماعة، طريقتها حلوة جدا، ماشي. وبتخلي الطحينة بتخلي طعم الهمبرجر طعمها حلو جدا، وبتخلي وبتخليها كمان تتماسك. بس عايزاكم بقى تدعكيها دعكة كده حلوة بقى، ماشي، مع البياض البيض. هو كيلو اللحمة بتحطي اتنين بياض بيض، وبتحطي معلقتين طحينة لو كيلو لحمة، ماشي. طبعا بعد ما بتعملي بتحطيها في التلاجة شوية، ماشي. يا ريت بعد ما بتخلصي وتشكليها بتحطيها على اكياس وتحطيها في الفريزر، وبعد كده بتستعمليها. طبعا انا مش هعمل الموضوع ده عشان هم عايزين دلوقتي، بس الافضل انك بعد ما بتخلصي بترتاح شويه وبعد كده بتشكليها وبعد كده بتعمليها بتسويها. الحركه اللي بعملها دي يا جماعه دي بتساعد ان اللحمه كلها تتجانس مع بعض، ماشي، وما تفكش معاكي في النار، ماشي. بس كده هنسيبها ترتاح بس 5 دقايق وبعد كده نشتغل. بص، هنجيب طاسه كده ونحط عليها شويه زيت صغيرين، ما تكتريش المنظر ده كده. هنجيب منديل كده نفرد الزيت فيها، ماشي. حطينا مسحه زيت كده. هنجيب، بصوا بقى، انا عملت حسب ما انتوا عندكم علبه بيبقى زي غطا علبه كده، وتحطوا كيسين وتعملوا وتظبطوا حسب ما انتوا عايزين بقى الهمبرجريه كبيره او صغيره، حسب المقاس اللي انتوا عايزينه. بس المهم تعملي كده اكنك بتعملي قرصه، ماشي. طبعا احنا ما عندناش الامكانيات اللي هي تجيب البتاع اللي هي بتاعه الهمبرجر نفسها دلوقتي حاليا، ما تقفيش على حاجه. هنحط بقى كده المنظر ده، خليها عاليه قوي على وشين، وبعد كده هنوطي خالص. هنمسك كده برضو، هنمسك العجين كده اهو، ونعملها كده اكنك بتعملي قرصه، ماشي. وتعملي بقى كده بالمنظر ده كده. بقولك حسب ما انت عايزه بقى كبيره ولا صغيره. طبعا لو انت عندك بقولك الامكانيه اللي هي بتاعت الهمبرجر هاتيها، تتباع في عند اي محل، مستلزمات اللي هي منزليه، ماشي. المنظر ده كده، بس المهم ما تخليهاش تخينه قوي عشان تستوي، ماشي. المنظر ده كده ابسط طريقه، ماشي. وهننزل برضه بالمنظر ده كده. احنا كده بس خدنا وش الاولاني كده، هنقلبها برضه كده
بصوا ما شاء الله. هنوطي بقى عليها عشان ايه تستوي من جوه. ماشي. بصوا المطرح اللي هو الهمبرجر، هنجيب اللي هي القشره تحطه فيه. ماشي. بتاع الهمبرجر، ونحطه بقى كده ياخد ايه، ياخد بطعم الصوص اللي نزل من الهمبرجر. ماشي. يعني بس كده شويه، نحط التاني كده. التحميصه بقى بتاعتها بقى والطعم بقى مقولكوش بقى، خرافه. جربوا الطريقه دي. ماشي. دلوقتي بصي بعد ما حمرت العيش اللي هنحط فيه الهمبرجر، هنحط بقى الكاتشب حسب ما انت عندك بقى ايه تحطي. ماشي. لو عندك خس حطي، طبعا ما عنديش حاليا دلوقتي. ماشي. حطي كده حسب ما انت عايزه تحطي الصوص ايه. هنحط بقى الهمبرجر كده. ماشي. حط على برضو شويه صوص برضو لايه، كاتشب المنظر ده. حمرت الوش التاني برضو نفس الطريقه دي، وهنحط بقى كده. ماشي. وبألف هنا وشفا.